فطيرة السلق والجبن، هذه الفطيرة بزاف نحبها، ملي كنت صغيرة نديرها، مميزة سهلة ما تديش الوقت بزاف وزيد بنينة هكذا في رمضان نحتفظوا بها. نبدلوا شوية على البوراك ولي سوفلي يعني ديما يكونوا حاضرين. هذه مميزة تقدروا ديروها لضيافكم. تتبعوا معايا الوصفة والطريقة. اول حاجه في مقله نديروا شويه زيت ونحطوا بصله تكون متوسطه نحطوها تتقلى. من جهه عندي توابل ابو حفص، شوفوا كراف بنان يمدوا واحد البنه، خاصه هذه الوصفه بدون لحوم لازم يكونوا التوابل حاضرين. ديت 3 ديت فلفل احمر فلفل اسود وتوابل الدجاج، مدوا لها بنه بزاف هايله. من جهه تكونوا غسلتوا السلقه تاعكم وقطعتوها هكذا رقيق كيما راكم تشوفوا، نحطوه فوق حبه البصل هذيك، نقصوا النار ونخليهم يذبلوا مليح مليح مع بعضهم. الاضافات عندي بطاطا مقليه مربعات، عندي زيتون اخضر وبيضه مسلوقه ومرابيه كما راكم تلاحظوا. اللي عندها جبن ابيض طيفوا. هنا عندي لاباط فايتي انا يعني شريتها جاهزه، تقدروا تستعملوا تاع الدار وتجيو ديروا هذه الطريقه تحلوها مربع. من بعد تحطوا لافاغس تاعكم في الوسط وتحطوا اي اجبن من فوق. انا درت موتزاريلا. من بعد شوفوا طريقه ديروها كشغل شرائح وتجيو تضفروا الفطيره تاعكم كما راكم تلاحظوا. فوالا طريقه بزاف سهله. وهنا من فوق تحبوا تدهنوها بصفار البيض ولا بيض كامل كيما تحبوا هكذا. ومن فوق ديروا جلجلانيه ولا سينوج، انا درتهم في زوج، نتوما لكم الاختيار. تحطوها طيب من تحت ومن بعد تزيدوا تحمروها من فوق. هاي ليكم شوفوا كراف بنين، انا قلت لكم نحبها بزاف وجايه بزاف مميزه. هاوليكم التفرميج. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه وتحتفظوا بها وتجربوها في رمضان ان شاء الله.